سلام حبوباتي، جسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل لاباس وبصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم من جديد في لاشين تاعنا، ومتتبعاتي الوفيات نقولكم يعطيكم الصحة على الدعم تاعكم. والبنات الجدد نقولهم مرحبا بكم معنا. الدار راهي داركم، واذا كنتوا اول مرة تشوفوا هذه القناة ما عليكم غير ديروا جيم وابوني وتفعلوا الجرس باه يلحقكم كل جديد تاع القناة. الفيديو تاع اليوم راح يكون مختلف كما شفتوا في العنوان، وعلى بالي راح يعجبكم. شاركت معاكم التحضيرات البسيطة باه تهزوا أفكار، ونتمنى يعجبكم الفيديو وتستمتعوا بالمشاهدة. وهنا حبيباتي أبدأ لنا المشاهدة بجام باه نعرف إذا هذا النوع من الفيديوهات تعجبكم ولا لا. وما تنساوش تابونيني في الانستغرام، التم راني توجور اكتيف ماشي كيف القناة مرة على مرة نطلع عليكم. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا اول حاجه بديت بها هي لا شومبر تاعي. كنت فرشت هذا الفراش اللي كانت خدمته لي ايلين سيلين، ونقولها يعطيك الصحه. مام كي حطيته ستوري في الانستغرام كاين بنات ياسر سقساوني عليه، قالوا لي خدمتها ما شاء الله، يعني غلطه لا. وكنت خيطت عندها فراشات اخرين، هذا تقدروا تفرشوه في المناسبات الخاصه. وبعد ما كملت من لاشومبر رحت للصالون باه نفرز فيها فرزه خفيفه برك، يعني مش حاجه. كنت هزيت لاكوتي هذه برك وين لي بونكات، لاكوتي الاخرى ما درتش بها لانه كانت نظيفه. اغلبيتنا كنا نسهروا هنا. هزيت الزربيه وضربت لها مسحه خفيفه بالنشاف. وهنا كما راكم تشوفوا راني قاعده نفرش في الزربيه. وحبيباتي اللي قالوا لي ديري لنا جوله في دارك، راني ما نسيتكمش، راني قاعده نوجد فيها الفيديو في اقرب وقت نحطها لكم. وهنا جيت نمسح في جهه الباب، لانه كل ما تحل الباب يدخل واحد التراب كبير ياسر. درت لها مسحه خفيفه، مسحت الكروار كامل. كما تعرفوا حالة واحد يسكن مع الطريق والطوموبيلات طالعين هابطين، لازم الغبرة داخلة في كل الأحوال. هنا حبيباتي حبيت نقول لكم بحاجة بسيطة تقدري ديري أي حاجة وتكسري الروتين، مش لازم تكلفي روحك. كما قالوا ناس بكري، المرأة تاع الصح تخدم الجود بالموجود. ما تغركم حتى حاجة حبيباتي، لا مظاهر ني والو، لأنه كلش راح يروح. والعلاقة تتبنى على مشاركة بين الطرفين والتضحية. هي لازم يتشاركوا في كلش، في الحلوة والمرة، ماشي غير في الحلوة برك. لازم نساعفوا بعضنا، ولازم من البداية العلاقة نكونوا متفاهمين ونتشاركوا كلش مع بعض. فوالا حبيباتي، هنا بعد ما كملت التسياق رحت للكوزينة باه نوجد للعشاء والطاولة تاعنا البسيطة. ما كلفتش روحي خلاص، درت حوايج اللي كانوا موجودين عندي في الدار. هنا كنت خدمت العجينة تاع الهمبرجر، وهنا راني نطلع في لاكريم شونتي تاع لي طارتولات. اذا كنتوا مهتمين دوك نشارك معاكم الوصفات كامل بادق التفاصيل. درت همبرجر، درت ميني طارت صغيرة، درت طرطولات وتحلية. هذا برك يعني واش درت، وشوية سلطة. هنا هذه العجينة راهي تاع لا طارت، درتها بسيطة وما تكلفش ياسر. وهذو الحوايج مش لازم تكون عندنا مناسبة باه نديرو في اي وقت، تقدري ديري هكاك سهرة خفيفة تفرحي بها انتي ويفرح بها الزوج تاعك. هنا راني قاعدة نعمر في لي طارطولات تاعي، عمرتهم بهذه الكريمة تجي خفيفة وبنينة ياسر. ومن الفوق درت لها تزيين بسيط بالفواكه اللي كانت موجودة عندي في الدار. وهنا بعد ما كملت وجدت كلش وحطيتهم فوق الطابلة تاعهم،
رحت به نوجد روحي، لازم كنت لبست هذه لا غوب اللي جايه في الغوج، درت مايك اب خفيف لانه ما نحبش نكثر، ودرت هذاك الغوج، واستعملت هذاك البغيم تاع زارا، وهذيك البارفان تاع اوريفلام ريحتها تهبل. وهنا حبيباتي نخليكم على خير تكملوا هذا المقطع مع مقطع موسيقي وتستمتعوا بالمشاهدة.